معشر الوداديين والوداديات، السلام عليكم ومرحبا بكم في إمبراطورية الوداد. من أجل التعرف على جميع أخبار نادي الوداد الرياضي، زائد سوف نوفيكم بجميع المستجدات هذا النادي، فلا تبخلوا علينا بلايك والاشتراك من أجل الانضمام إلى العائلة الودادية. ندخل مباشرة في صلب الموضوع بخصوص أخبار نادي الوداد الرياضي. خدنا على العاتق ديالنا أننا غننشروا غير الأخبار الصحيحة، بعيدا عن الإشاعات، بعيدا عن الأخبار الكاذبة. المهم نبداو إن شاء الله بالمهاجم النيجيري اللي كان هاد الأيامات كيتدرب مع نادي الوداد الرياضي. راه المهم بعد حصتين تدريبيتين ما قنعش الجهاز التقني، وبعد ما قنعش الجهاز التقني ديال موكوينا تم صرف النظر عنه. اما بخصوص اللاعب بيدرينهو، راه الاداره ديال النادي قطعت ليه التاشيره، وان شاء الله السيمانه الجايه غيوصل للمغرب. بخصوص واحد الرقم سلبي شفتو عند اللاعب العام الفايت، هو من اصل 20 مقابله ماركة 9 الاهداف. هذا المهم رقم لا باس به، زائد انه الرقم السلبي اللي كاين عنده هو ما دار والو اسيست، 0 اسيست. حنا نتمنوا التجربه ديالو مع الوداد تكون ناجحه. بالنسبه لامكانيه التوقيع مع المهاجم سوزا، كاين امكانيه كبيره. اللي كيعرقل التفاوض مع هذا اللاعب هو انه عنده مشاكل مع الفريق ديالو. هو طلب من إدارة النادي تصبر عليه 2 سيمانات حتى يحل المشاكل ديالو مع النادي. ديك الساعات إلا كانت شي حاجة جادة من الوداد يتعاقدوا معه. المهم بالنسبة للتعاقد ديالو غيكون ب0 درهم، لكن غيبرمو واحد البوند ديال إلا بعتو إن شاء الله الوداد من بعد غتستافد منه الفرقة ديالو. أما بخصوص بيرو، هذا عميد المنتخب البرازيلي U23، فكاين عرض رسمي من يتمنى لهذا اللاعب من اجل الانتداب ديالو، ولكن لحدود الساعه ما كاينش شي اجابه من الفريق ديالو ولا شي حاجه، يعني باقي الامور لم تحسم بعد. بالنسبه للمهاجم البوركينابي عزيزاكي، الوداد في الاول قدمات ليه عرض للفرقه ديالو من اجل الانتداب ديالو، لكن رفضت الفرقه ديالو داك العرض. ودابا حاليا يتمنى عاود قدم عرض مغري اكثر من الاول، حيت موكوينا مصر على انتداب عزيزاكي، باغي مهاجم افريقي. هادشي اللي باغي موكوينا. نشوفوا الفرقه ديالو واش غتقبل هذا العرض الثاني ولا غنحتاجوا العرض الثالث من اجل الاغراء. تصريح لكاسيوس ميلولا: اخترت الوداد لعدة أسباب مقنعة. أولا، سأكون تحت إشراف المدرب رولاني الذي يعرفني جيدا ويؤمن دائما بقدراتي. لقد لعب دورا محوريا في مسيرتي مع ميلودي سنداونز. الوداد ناد مرموق، وعندما شارك المدرب رولاني طموحاته ورؤيته لصنع التاريخ مع الفريق، أدركت أن هذا هو الاختيار الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرصة المنافسة في كأس العالم للأندية العام المقبل تعد دافعا مهما لاتخاذ القرار، حيث إنها تتماشى مع حلمي باللعب ضد أفضل اللاعبين في العالم. سنوضح في هذا المقطع مهام مدير النادي والمدير الرياضي. نبدأ بمدير النادي يوسف الدباغي: تنظيم جدول العمل، وتحديد الأهداف وتحقيقها. إدارة الشؤون المالية للنادي بالتنسيق مع المدير المالي. تطوير علمة للنادي التجارية وحمايتها. قيادة ومراقبة مختلف العاملين داخل النادي من أطر ومدربين وإداريين لجميع الفروع والفئات. للتنسيق مع مدراء النادي: المدير الرياضي، المدير المالي، المدير الفني، المدير للتسويق. تنظيم للتظاهرات والفعاليات التي تخص للنادي ومحيطها. ملكة الصلاحيات التي تمكنه من اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالنادي لضمان تطوره. بالنسبة للمدير الرياضي، الاسم الأقرب هو جيرارد لوبيز. إدارة الجانب الرياضي للنادي وتطويره. يقترح توجيهات عامة يتم اعتمادها أو رفضها من قبل مجلس الإدارة، وتكون قابلة للتطبيق على جميع الأقسام. ينسق هذه التوجيهات مع المدربين المختلفين ويتابع تطوراتها. يكون على اتصال مع المدربين. يقوم بزيارة دورية للفئات السنية المختلفة أثناء التدريب والمباريات لضمان اتباع وجهاتها والاطلاع على الحالة العامة التي تسود داخل كل فئة. شرطة يشارك في عملية للتوظيف خاصة فيما يتعلق باللاعبين والأطر للتقنية
الفنية. ملاحظة: لا يتدخل مباشرة أثناء التدريبات والمباريات. شرطة يأخذ علما بالنزاعات الرياضية والمشاكل ويحرص على حلها أو في حالة الفشل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح. حسب الصحافة البرازيلية، الوداد يقترب من التعاقد مع مهاجم المنتخب الأولمبي البرازيلي 20 جيفوني سنة لاعب كورينثيانز البرازيلي. وفي خبر آخر، عبد الله حمود تدرب داخل بنجلون اليوم في انتظار وصول هشام آية منا يوم الأربعاء المقبل للجلوس من أجل التفاوض على تجديد العقد. وأخيرا، الوداد الرياضي يقدم عرض رسمي لأشرف داري من أجل العودة لفريقها الأمة، وجاء ذلك بعدما والد أشرف داري نصح ابنيه بالعودة لفريقها الأمة الودد أول الذهاب لمصر للا أهلي المصري. الكرت الآن عند مسؤولي ودد الأمة.